صباح الخير والحلويات وكل حاجه حلوه في الدنيا. النهارده فيديو جديد، وقبل بدايه الفيديو كده وقبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفي قناتي انزلي دلوقتي اشتركي من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان تكوني اول واحده تشوف فيديوهاتي وتوصلك على طول. وكمان ما تنسوش بقى اللايكات بتاعتكم كده وتشجيعكم ليا في الكومنتات، لان اللي بيكتب 10 كومنتات بنزل الكومنتات بتاعته في اول الفيديو الجاي، فعايز اشوف بقى الكومنتات بتاعتكم على الفيديو ده. عايزه اقول لكم بقى ان النهارده الفيديو حلو قوي قوي بجد، مشجع وفيه كميه طاقه ايجابيه وتشجيع وتحفيز كده لاي حد عايز يقوم يذاكر ومكسل كده. الفيديو ده بجد هيفرق معاكم جدا، انا عاملاه يعني علشان يبقى كده كله نشاط كده ومذاكره وحاجات كتير قوي هعملها النهارده، وكمان عندي درس فيزياء هنزله معاكم، وبعد ما ارجع هقعد اذاكر. وبصوا عندي حاجات كتير قوي النهارده هعملها، فعايزاكم بقى تقوموا انتوا كمان تتشجعوا زي ما انا متشجعه كده وانا بنزل لكم الفيديو عشان تقوموا تتشجعوا انتوا كمان وتخلصوا المذاكره اللي عندكم النهارده. وعايزاكم بقى تنزلوا تكتبوا لي في الكومنتات كان عندكم مذاكره ايه، وخلصتوا الحاجات اللي عندكم في التو ليست ولا لا، بحيث ان احنا نشجع بعض مش اكتر. وعايزه اقول لكم ان انا سايبه لكم في اول كومنت مثبته في صندوق الوصف لينك صفحه الفيسبوك بتاعتي هناك عشان تتواصلوا معايا وتبعتوا لي هناك، انا برد على كل الناس. وبالنسبه بقى لحبايبي الامارات اللي كتبوا لي على الفيديو اللي فات كومنتات كتير قوي، بجد كومنتاتكم دي حلوه جدا جدا. انا بفرح لما بشوف الكومنتات بتاعتكم بجد بجد، بعيدا عن اي حاجه. انا اللي بشكركم بقى على كلامكم، القمر اللي بيشجعني دايما ان انا اقوم اصور وكده. فبجد بجد شكرا ليكم كلكم على الكلام بتاعكم وتشجيعكم ليا اللي في كل الفيديوهات. بجد اول ما بنزل فيديو بلاقيكم كلكم بتشجعوني وتقولوا لي استمري وكده، فبجد بجد شكرا ليكم جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان انتوا زي ما بتشجعوا من الفيديو بتاعي، انا كمان بتشجع من كلامكم ومن ان انتوا مثلا لما بلاقي حد بيقول لي انا بقوم اذاكر بسبب الفيديوهات بتاعتك وكده، فبجد بجد انا ببقى مبسوطه جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى ان دي كانت من احسن الكومنتات على الفيديو اللي فات، وكان الناس برضو اللي كاتبه 10 كومنتات انا نزلت الكومنتات بتاعتهم. فانتوا كمان لو عايزين الكومنتات بتاعتكم تظهر في اول الفيديو الجاي انزلوا دلوقتي اكتبوا 10 كومنتات على الفيديو ده، وهنزل الكومنتات والتعليقات بتاعتكم كلها في اول الفيديو الجاي. عايزه اقول لكم بقى انا اسفه جدا على الغيبه الطويله، انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات وكده، بس والله انتوا اكيد عذريني وعارفين ان غصب عني، وانتوا كمان كنتوا في الامتحانات وكده، فالناس يعني بتمتحن ربنا معاكم، والناس اللي خلصت امتحانات ان شاء الله النتيجه تبقى حلوه وتفرحكم وتكون بترضيكم باذن الله. عايزه اقول لكم ان انا عارفه ان انتوا كمان كنتوا مشغولين في الامتحانات وانا في نفس الوقت كنت مشغوله، فلكم والله بجد بجد عايزه اقول لكم ان انا عمري ما اغيب عنكم كده في الفيديوهات بقصدي، او ان انا مثلا اكون مكسله او مش عايزه اصور لكم. بالعكس انا بحب جدا ان انا اقوم اصور واتشجع معاكم كده، وبحب ان انا اقوم واذاكر معاكم ونتكلم مع بعض. وحشني جدا ان انا اقعد اسجل على الفيديوهات كده معاكم، والله بجد انا لما يوم كده بيعدي من غير ما اصور لكم بحس ان في حاجه ناقصه في يومي بجد. فانا مش غايبه عنكم بمزيج، انتوا عارفين طبعا ضغطه الدروس، وبيبقى في ايام كده انا ببقى مسحوله فيها، بيبقى عندي امتحانات في الدروس وبرجع مش قادره ان انا اصور وبنام على طول وكده، فبجد بيبقى غصب عني والله، انتوا اكيد عارفين كده. المهم بقى النهارده اليوم بتاعنا زي ما قلت لكم اليوم كله كده مذاكره، والفيديو كله يعتبر يعني ان انا هتقضوا معايا اليوم وهنشوف انا بذاكر ايه، وفي نفس الوقت هقول لكم نصايح وحاجات حلوه جدا جدا تفرق معاكم في بدايه الترم الثاني. لو انتوا بقى في اي سنه عامه يعني دراسيه، النصيحه دي بجد هتفرق مع اي حد عايز يبدا من بدايه كده صح، حتى برضو الناس اللي هي في ثالثه ثانوي لو زي يعني كده، احنا ما عندناش ترم تاني ولا حاجه، بس اللي عايز يبدا بدايه صح مع نفسه عامه في اي حاجه، فانا النهارده هتكلم عنها في الفيديو ده وهقول لكم شويه نصايح بجد هتفرق معاكم جدا. المهم كده خليني اقول لكم النهارده بقى دلوقتي انا كنت بذاكر فيزياء قبل ما انزل الدرس، درسي كان عندي الساعه 2 وكان عندي درس فيزياء، فانا هنا كنت بذاكر وجبت بقى مذاكره. كنت هذاكر ايه؟ عزم الازدواج، الدرس عندنا يعني ما علينا. المهم ان انا جبت بقى مين فيزياء ده مستر محمود مجدي، في ناس كتبت لي عليه في الكومنتات وقالت لي ان هو شرحه حلو عامل مراجعه حلوه بيراجع من الاول وكده، بس انا جبت فيديو عادي من الاول خالص اللي هو شرح من الاول، فاهمين قصدي؟ وجبت بقى الاقلام بتاعتي وكل حاجه، وطبعا ببدا ان انا الخص كل حاجه. انا عايزه اقول لكم المذاكره بتاعه الفيزياء بتاعتي اللي يعتبر الجزء اللي فيها اللي في الاول ده اتقطع وكده، وانا في نفس الوقت حاسه ان انا مش عارفه اذاكر من المذاكره. انا اصلا هجيب كتاب فيزياء ان انا الفيزياء بجد بجد عامله معايا مشكله كبيره قوي، انا يمكن راكمت فيها شويه حلوين يعني، فالفيزياء عندي بصراحه مش عارفه المها ومش عارفه اعمل فيها ايه. فاللي عنده حل بصراحه يعني في الفيزياء كده، مثلا لو حد كان مراكم في الفيزياء وقولوا لي يعني مثلا لميتوا الفيزياء ازاي. انا مشكلتي دلوقتي اللي شغلاني الفتره دي هي الفيزياء، انا مش عارفه المها مش عارفه افهمها حتى يوتيوب. انا جبت مستر محمود مجدي، بس ده مش من الاول، انا دي مش مراجعه، انا كنت بذاكر هنا عشان الدرس، بس انا لسه عايزه المها من الاول بقى وكده. فانا مستنيين انا هجيب كتاب الامتحان هجيبه
وهذاكر منه تمام، لان انا بصراحه مش عارفه اذاكر من المذكره، مش عارفه احل اصلا. انا جبت، بصوا انا هقول لكم حاجه بصراحه، انا جبت كتاب نيوتن، فهو بصراحه الاسئله بتاعته معقده شويه، فيمكن هي اللي حاساني ان انا مش عارفه احل. فدي مشكلتي مع الفيزياء في كده، انا بقى عايزه اذاكر من الاول واحل في اسئله طبيعيه، وبعد كده يعني ايه اعلي المستوى شويه، فاهمين؟ اللي هو ما تطلعيش مره واحده في المستوى. انا دي كانت غلطتي بصراحه من نفسي، انا ما كنتش عارفه يعني ايه، ما كانش عندي خبره في الكتب بصراحه، ان انا اصلا في اولى وثانيه ثانوي ما كنتش جايبه كتب خارجيه، انا كنت شغاله في المذكرات، فانا ما اعرفش بقى ايه الكتب اللي فيها اسئله صعبه، الكتب اللي فيها اسئله كده، فادينا بنتعلم مش مشكله. فهو كتاب نيوتن يا جماعه فيه اسئله فاهمين عبقريه شويه، في اسئله اللي هو تحسسك ان الدنيا معقده شويه، فاهمين؟ فعايز حد يكون عبقري في الفيزياء بصراحه يعني، وانا على قدي خالص في الفيزياء، فان شاء الله ان شاء الله يعني نحاول ان احنا نلم الفيزياء. ولو حد كان عنده مشكله في الفيزياء كده زيي، انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات لميتوا الدنيا ازاي في الفيزياء يعني. المهم انا جبت هنا مستر محمود مجدي، طبعا انا بتفرج على الشرح، بس في نفس الوقت انا بوقف وبحل عشان اشوف انا بحل صح ولا غلط، انا فاهمه ولا لا، انا ماشيه الدنيا ولا ايه كده. عايزه اقول لكم ان هو بصراحه عامل مراجعات حلوه قوي قوي وهتفرق مع اي حد، فاهمين؟ اللي هي في مراجعات حلوه، انا شفتها من بره بس ما دخلتش في الفيديو نفسه، بس انا شايفه ان في مراجعات حلوه، ومدة الفيديو نفسها مش كبيرة، وفي بقى اللي هو بيقول القوانين كلها، ويبدأ ان هو يحل افكار مسائل صعبة وكده. فبصراحة هو كشرح هو شرحه حلو، انا يعني سمعت شرحه، هو شرحه حلو، بس الفكرة ان انا موقعة خالص من البداية، فاهمين؟ انا من البداية خالص عايزة اراجع من الاول، باب اول وباب تاني، احنا دلوقتي يعتبر في الباب التالت فان شاء الله يعني ايه نحاول نظبط الدنيا باذن الله. عايزه اقول لكم كده ان انا بكلمكم دلوقتي وانا يعتبر خلصت بابين جيولوجيا وباب كيمياء، ف باذن الله يعني ايه نلحق نلم كده كل حاجه متراكم علينا قبل رمضان، لان بجد لما رمضان يجي انا مش عارفه ان انا اذاكر الحاجات القديمه خالص خالص. انا يعني اول ما رمضان يجي كده هبقى يا دوب بذاكر اللي انا باخده في الدرس، بس مش هقدر ان انا اذاكر قديم. فانا عايزه ابقى بذاكر الايه الحاجات اللي فاتين دلوقتي المها كلها قبل ما رمضان يجي. بصوا بقى، عايزه اكلمكم في نقطه بالنسبه للناس اللي هتبدا ترم تاني. انا مش عارفه بصراحه انتوا هتبداوا امتى، يعني طبعا كل محافظه بيبقى فيها الدروس على حسب انت بتبداي امتى والكلام ده كله، بس غالبا يعني غالبا الناس كلها بتبدا في شهر 2، وانا مش عارفه بصراحه يعني انتوا بتبداوا امتى، فانزلوا اكتبوا لي في الكومنتات انتوا هتبداوا امتى الترم التاني، ماشي؟ عايزه اقول لكم بقى الناس بقى اللي خلصت امتحانات وعايزه تبدا بدايه جديده بقى ترم تاني، مثلا انت حاسه ان انت ما كنتيش احسن حاجه في الترم الاول، عايزه تتعلمي من اخطائك، لازم طبعا تتعلمي من اخطائك، انت شوفي انت غلطتي في ايه وقعتي في ايه في الترم الاول عشان ما تقعيش فيه الترم ده كمان. لو عايزه تحسني من مستواك، عايزه تحسني من مجموعك، طبعا ما فيش مشكله لو انت غلطتي او نقصتي في الامتحانات، ما فيش اي مشكله، المهم ان انت بقى تعوضي في الترم التاني. دي فرصه ليكي، ودي فرصه لسه معاكي ان انت تعوضي في الترم التاني وتجيبي مجموع ان شاء الله يعني يبقى الاحسن ليكي واللي يرضيكي، تمام؟ بصوا بقى، انا هقول لكم هكلمكم بصراحه وهقول لك تعملي ايه لو انت عايزه تعوضي في الترم الثاني، او لو انت عايزه تبداي بدايه جديده كده وبدايه صح. عامه لو انت النصيحه اللي انا هقولها دي لاي سنه دراسيه، لو كنت في اعدادي لو كنت في ثانوي، مش بتكلم على ثالثه ثانوي، عامه انا بتكلم لاي حد خالص عامه يعني. بصي يا جماعه، اول حاجه انت لازم تقعدي مع نفسك انت وتشوفي انت غلطتي في ايه، وتشوفي انت وقعتي منك ايه الماده اللي انت ما كنتش مظبطه فيها، الماده اللي انت كنت مراكمه على نفسك فيها، دي الماده اللي انت هتتكي عليها بقى الترم ده. بصوا مبدئيا عشان بس ما اقطعش كلامي، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بجهز عشان الدرس وخلصت مذاكره الفيزياء، وده كان الطقم اللي انا هلبسه، ونزلت بقى رحت الدرس، وانا راجعه من الدرس جبت شويه حاجات كده هوريها لكم لما اروح البيت بقى. بس هنا كنت برضه ايه بصور لكم انا داخله الدرس، وبعد ما طلعت صورت لكم انا راجعه مع اصحابي، تمام؟ بصوا بقى، عايزه اقول لكم ايه يا جماعه، ان انت بجد بجد لو انت موقعه في ماده، او في ماده كده انت كنتي حاسه ان انت مش ظابطه فيها قوي، دي اللي هتتكي على نفسك فيها الترم ده. طبعا لو مجموعك ما كانش عاجبك، او كنتي حاسه ان انت ناقصه درجات كتير، اذا كان بقى انت يعني فاهمين انت حاسه ان انت قصرتي او كده، فلازم انت تشدي بقى اكتر في الترم ده. طب ازاي ابدا بدايه جديده، بدايه صح، بدايه ترضيني؟ بصوا يا جماعه، اول حاجه خالص في البدايه لازم تكوني عامله اللي عليكي، اعملي اللي عليكي من اول يوم وذاكري كل يوم، يعني هتذاكري من اول يوم وكل يوم، هتذاكري من اول يوم وكل يوم، مش هيعدي عليك يوم كده الا لما تذاكري فيه، طبعا خارج يعني عن ارادتك، او يوم انت مثلا تعبانه فيه او كده، ده بعيدا عن الكلام ده كله. بس انت ما ينفعش ان انت يجي يوم تكسلي تقولي مش عايزه اذاكر النهارده والكلام ده كله، لا، حاولي بقى انت تعاهدي مع نفسك ان انت كل يوم هيبقى فيه مذاكره، هتحددي وقت معين ليكي هتذاكري فيه، تحبي تذاكري الصبح تحبي تذاكري بالليل، انت اللي هتختاري الوقت بتاعك اللي انت هتذاكري فيه، تمام؟ بعيدا بقى عن ان انت
عن التراكمات يا جماعه، خلينا اكلمكم عن التراكمات. التراكمات هتضيعنا كلنا، انا اقسم بالله بجد بجد التراكمات دي مضيعاني خالص السنه دي. فحاولوا يا جماعه، انا بكلمكم اهو من جاي لكم من المستقبل وبقول لكم ما تراكموش عليكم من الترم الثاني. ابداوا كده تذاكروا، او من اول يوم كده تذاكري تخلصي اللي عليكي وتخلصي مذاكرتك واجبك حفظ الدرس الكلام ده كله، تخلصي كل حاجه من اول يوم. انا جاي لكم من المستقبل وبقول لكم ان التراكمات هتضيعكم زي ما هي يعتبر مضيعاني دلوقتي بجد، ومخلياني مش عارفه كده متوتره، فاهمين؟ فلا بجد بجد اي حد عنده تراكمات او بيراكم عليه حاجات بلاش ابدا. ابداي من اول يوم بقى اتعلمي من غلطك اللي احنا غلطناه في الترم الاول، وما تغلطيش ابدا وتراكم عليكي دروس وتيجي ليله الامتحان تلمي المنهج بقى وتلمي الدنيا وتلاقي الوقت عدى والكلام ده كله. لان خلي بالكم الترم التاني صغير جدا جدا، فمش هتلاقي معاكي وقت ان انت تلمي بقى وتلاقي خلاص الامتحانات جت. انت هتخلصي رمضان تلاقي الامتحانات جت. فاحنا عايزين من اول يوم كده مذاكره. وانا ان شاء الله ان شاء الله ناويه ان انا ادلعكم فيديوهات تحفه تحفه تحفه، هتبقى بقى طول السنه طول الترم ده يعني. هنزل لكم فيديوهات وروتينات بقى. بصوا ناويه ان انا اشجعكم علشان نبدا كده ترم تاني مع بعض ونتشجع، وانا في نفس الوقت اكون بلم الحاجات المتراكمه عليا. فعايزاكم بقى ايه تقولوا لي كده لو انتم متشجعين لي فيديوهات الترم التاني، انزلوا اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتات عشان ايه نشوف بقى هنبدا ننزل فيها من امتى. انا عامه يعني اول ما هعرف انتوا هتبداوا ترم تاني امتى هبدا ان انا انزل لكم من الفيديوهات دي واصورها لكم، تمام؟ بس دلوقتي بقى انا كنت رجعت من الدرس وجبت بقى معايا شويه ايه حاجات كده. ان انا بصراحه بحب ان انا وانا بذاكر يعني يبقى فاهمين يبقى جنبي اكل او حاجه اشربها كده، لان انا ما بحبش ان انا افضل قايمه طالعه رايحه جايه، لا ما بحبش كده، بحب كل حاجه تبقى جنبي. فهنا انا عملت بقى سحلب، وكانت ماما عامله لنا فشار وسوداني. بصوا حاجات بقى كده يعني انا بحب وانا بذاكر اقعد اكل بصراحه. فجبت هنا التابلت، وهنا كنت بكمل الفيديو بتاع الكيمياء اللي انا ما كملتوش امبارح، كان اليوم اللي قبله ده اللي هو الفيديو اللي قبله، فاهمين؟ فكنت عايزه اكمل الفيديو اللي هو كان 10 ساعات اللي انا كنت عامله لكم في الفيديو اللي قبل ده. فكنت عايزه بقى ان انا اكمل الفيديو ده. الفيديو لسه ما خلصش يا جماعه الباب الاول كله في 10 ساعات. بس عايزه اقول لكم بصراحه المستر عبد الجواد شرحه جميل جدا جدا بجد. اي حد يعني موقع في الكيمياء بجد شرحه حلو قوي. المهم بقى انا خلصت مذاكره الكيمياء، ودلوقتي بقى عايزه اعمل التودو ليست بتاعتي. ان انا افتكرت ان انا ما عملتش تودو ليست اصلا، فازاي كده؟ ازاي انا ما عملتش التودو ليست بتاعتي ازاي يعني؟ فقررت بقى دلوقتي ان انا هعمل التودو ليست بتاعت النهارده، واشوف انا هكمل بقى المذاكره بتاعتي هتبقى ايه. عايزه اذاكر بقى جيولوجيا، وعايزه اذاكر احياء، واحفظ الانجليزي بتاعي والفرنساوي. عايزه اقول لكم بقى ان انا بشوف الكومنتات بتاعه البنوتات القمر بتخش تقول لي انا اتعلمت اعمل تو دو ليست منك، وبقيت بنظم وقتي، وتو دو ليست فرقت معايا والكلام ده كله. بجد انا بشوف الكومنتات بتاعتكم كلها وبجد بجد انا ببقى مبسوطه، وانا شايفه اصلا ان مثلا فكره انا قلت لكم عليها فرقت معاكم. فكره ان انت تكتبي المهام بتاعه يومك، وتكتبي الحاجات اللي انت عايزه تخلصيها في يومك، وتحطي قدامها وقت محدد. بصوا فكره انت تحطي قدامها وقت محدد تنجزيها فيه، ده هيساعدك. طبعا انت مش اكيد مش هتعرفي تخلصي في نفس الوقت اللي انت محدداه، ممكن مره تظبط معاكي مره لا، ممكن تخلصي بدري ممكن تخلصي بعديها. بس الفكره انت بتحطي يعني وقت بالتقريب كده، انت شايفه ان اللي قدامك ده ممكن يخلص في قد ايه. وبصراحه هو بيظبط معايا جدا، وساعات بحتاج وقت اكتر فمفيش مشكله يعني. بس الفكره ان انت تبقى حاطه تارجت لنفسك، انا هخلص ده في مده معينه. تبقى سايبه قدامك انت هتذاكري عربي وانجليزي واحياء مثلا، تفضلي طول اليوم بتذاكري في العربي طالما انت مش حاطه له عدد ساعات معين. لكن انا هذاكر دلوقتي ال5 صفحات دول في نص ساعه مثلا، او في ساعه، فاهمين؟ فانت كل حاجه تبقى محدده لها وقت، طبعا هتفرق معاكي جدا بجد. وفي نهايه اليوم هتلاقي نفسك انجزتي حاجات كتير من غير ما تحسي اصلا انت خلصتي الحاجات دي كلها او ذاكرتي الحاجات دي كلها. يعني بجد بجد الطريقه دي حلوه قوي. وعايزه اقول لكم ان انا في الفيديو اللي فات كلمتكم عن طريقه مذاكره البرومودورو، ان انت تذاكري 25 دقيقه مذاكره ب5 دقائق بريك. بجد برضو الطريقه دي حلوه وفرقت مع ناس كتير جدا. لو انتم من الناس اللي بتزهق بسرعه وملهاش تقل ان هي تقعد على الكتاب وتذاكر وكده، ذاكري 25 دقيقه بس على الكتاب، وخدي 5 دقايق بريك، افصلي فيهم دماغك وارجعي تاني ذاكري 25 دقيقه وخدي 5 دقايق بريك. هتلاقي نفسك في نهايه يومك محصله الساعات اللي انت ذاكرتيها، هتلاقي نفسك ذاكرتي كتير من غير ما تحسي. ودي الفكره، ان انت مش تذاكري يعني اذاكر قد ايه، اذاكر عدد ساعات قد ايه. ناس تقولي في الكومنتات قولي لي اذاكر قد ايه، لا ما ينفعش اقول لك تذاكري قد ايه مثلا 5 ساعات في اليوم، لا انا ما اقدرش اقول كده. انا ما اقدرش احكم على حد ان هو يذاكر امتى. زي برضو ما اقدرش ان انا اعمل جدول واخليكي تمشي عليه. طبعا كل واحد بيبقى الجدول بتاعه على حسب دماغه، على حسب مواعيد دروسه، على حسب مواعيد صحيانه، مواعيد نومه، كل واحد بيبقى نظامه مختلف عن التاني. فانا ما ينفعش اعمل جدول كلنا نمشي عليه. الجدول اللي هيمشي معايا غير الجدول اللي هيمشي معاكوا، وفاهمين قصدي؟ انا بوريكي الفكره مثلا انا ازاي بعمل الجدول بتاعي، وانت بتبداي تطبقيها على حسب مواعيد دروسك وعلى حسب المواعيد اللي عندك. بس كده. عايزه اقول لكم بقى دلوقتي انا كنت بحفظ كلمات الانجليزي، دي كانت اول حاجه عندي في التو ليست. وطبعا زي ما انتم شايفين كده لازم عشان اذاكر وعشان افوق بقى لازم كوبايه شاي قد كده عشان اعرف ان انا افوق، لان السحلب اصلا اللي انا شربته ده بينيم بجد.
فعملت هنا بقى شاي عشان اعرف ان انا افوق كده، مج شاي كبير خالص عشان اعرف ان انا افوق واخلص الحاجات اللي عندي. خلصت اول ماده وهي الانجليزي، ودلوقتي بقى يلا بينا نبدا في الفرنساوي على طول. عندي حفظ كلمات انجليزي وعندي واجب، قصدي حفظ كلمات فرنساوي وعندي واجب وعندي حاجات كتير. فدلوقتي بقى ايه، خدت الكتب بتاعتي وحاجتي وطلعت اذاكر بره لان اختي كانت عايزه تنام في الاوضه، ما ينفعش نرخم عليها يعني. مع اني بصراحه يعني بقعد اقول لها انا عايزه اذاكر في الاوضه مش عارفه ايه وكده، بس يلا. المهم المهم طلعت بقى عشان اذاكر بره، وجبت بقى الكتب بتاعتي وكل حاجه حطيتها جنبي هنا عشان اعرف ان انا ايه اذاكر وما اقومش واروح اجيب الحاجه وكده. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت عامله قبل كده فيديوهات كتير قوي ازاي تحفظي الانجليزي وتذاكري الجرامر، وبرده كنت عامله فيديو ازاي بحفظ قواعد الفرنساوي وبذاكر الجرامر وكمان ازاي بحفظ الكلمات وكل حاجه. دي كانت فيديوهات انا كنت عامله لكم قبل كده، سايبه لكم اللينكات بتاعتها يعني في صندوق الوصف. انا في كل فيديو بسيب لكم لينك فيديوهات معينه كده ممكن تفيدكم او متعلقه بالفيديو اللي انا بنزله، فبتدخلوا شوفوا يعني صندوق الوصف في اول كومنت مثبت هتلاقوني سايبه لكم لينكات فيديوهات ممكن تساعدكم وتفرق معاكم، فبتدخلوا ايه شوفوها. عايزه اقول لكم بقى ان حفظ الفرنساوي او حفظ الانجليزي الاثنين زي بعض وفكرتهم واحده، والمادتين اصلا مش صعبين خالص. الفكره كلها بتعتمد على ان انت بتحفظي كلمات، يعني تكتبي الكلمه اكتر من مره لحد ما تحسي ان انت ايدك اتعودت على طريقه كتابتها، وتبداي انت تسمعي نفسك مره واثنين وثلاثه، ومفيش مشكله لو بتغلطي وتلاقي عندك كلمات غلط. المهم ان انت في النهايه تبقي حافظه الكلمات كلها باي طريقه بقى. المهم انت تفضلي تكتبي الكلمه اكتر من مره وتقوليها طبعا، يعني انت بتكتبي وبتقولي في نفس الوقت. لازم وانت بتحفظي ما تكتبيش الكلمه بالانجليزي بس، لا تكتبيها بالانجليزي وبالعربي، لان انا ساعات كنت في الاول ببقى بحفظ كلمات الانجليزي وعارفه الكلمه بالانجليزي بس مش عارفه معناها، لان انا بحفظ الكلمه كده مجرد ان انا بجيب الكلمات واحفظها بس مش بشوف معناها ايه بالعربي، فاهمين؟ فطبعا ده غلط جدا. لازم تحفظي وتكتبي الكلمه بالانجليزي وبالعربي وتسمعي نفسك لحد ما تتاكدي ان انت خلاص حفظتي الكلمه 100%، وتبقى ايدك اتعوده على طريقه كتابتها، فاهمين؟ من كتر ما بتكتبيها كتير تبقى ايدك اتعوده على طريقه كتابتها. المهم عايز اقول لكم ان انا هنا كنت بترجم قطعه بالفرنساوي، يعني بكتب معناها بالعربي عشان وانا بحفظ ابقى فاهمه انا بحفظ ايه، فاهمين؟ لان ساعات في جمل ما بكونش حافظاها وكده، واحنا عندنا بنحفظ الجمل يعني. المهم هنا خلصت اول ماده وهي تاني ماده بقى الفرنساوي، ودلوقتي هنبدا في الماده الثالثه وهي الاحياء. عايزه اقول لكم بقى ان بالنسبه لي انا لما باجي اذاكر احياء يا اما بذاكر من المذكره يا اما من الكتاب، الاتنين واحد. بس عايزه اقول لكم ان بصراحه الكتاب بيبقى، يعني انا بحب بصراحه ان انا اذاكر من الكتب اكتر من المذكرات. بحس ان الكتب كده فيها طريقه تانية كده بتشد الواحد ان هو يذاكر، مش عارفه يعني الوان بقى وحاجات من كده احسن من المذكرات. انا بالنسبه لي كده يعني، مش عارفه انتوا كمان زيي ولا ايه؟ اكتبوا لي كده في الكومنتات، عايزه اعرف انتوا كمان بتحبوا تذاكروا من المذكرات ولا من الكتب اكتر. عايزه اقول لكم بقى ان احنا يعتبر قربنا نخلص الاحياء، ودي يعتبر كده اول ماده يعني قربنا نخلصها. حاسه ان انا متحمسه ان انا اخلص احياء وابدا ان انا اراجعها بقى. كده كده انا هراجع قبل ما نخلصها، لان طبعا احنا ممكن نخلصها في شهر 3 تقريبا، فانا ناويه يعني ان انا الم المواد كلها كده قبل رمضان ان شاء الله. وعايزه اقول لكم بقى ان في رمضان بجد متحمسه ان انا اعمل لكم روتينات بقى مذاكره في رمضان، واقول لكم كمان انا هذاكر امتى وكل حاجه، واقول لكم كمان نظام مذاكرتي في رمضان. فبجد انتظروا كده فيديوهات رمضان كلها هتعجبكم باذن الله. عايزه اقول لكم بقى ان انا لما باجي اذاكر لازم كده الماركر ده بحدد على الحاجات المهمه والحاجات اللي انا حاسه ان هي ممكن تيجي في الامتحان. يعني مش بحدد على اي حاجه، انا بحدد على الحاجات المهمه والحاجات اللي انا حاسه ان هي فاهمين ممكن تبقى اسئله، ممكن حاجه ما بين السطور، فاهمين؟ فبصراحه الماركر ده حلو جدا جدا، والستيكي نوتس كمان حلوه قوي. يعني بصراحه الحاجات دي تفرق في المذاكره. مش عارفه احنا ازاي ما كناش بنستخدم الحاجات دي زمان وما كناش نعرفها بجد. يعني انا كنت بحس ان انا الماركر ده حاجه كده فاهمين ملهاش لازمه، لا بصراحه لما باجي اراجع بعد كده بقى واجي اذاكر عيني بتيجي على الحاجات اللي انا معلمه عليها دي، وبعرف ان دي ايه اهم الحاجات فبركز عليها اكتر، فاهمين قصدي؟ طبعا نيجي بقى لاهم حاجه خلاص بعد ما ذاكرت وحددت الحاجات المهمه وعرفت كل حاجه، نيجي بقى لاهم حاجه وهي الحل. لازم اطبق على اللي انا ذاكرته. طبعا لو في سؤال واقف معايا برجع للمذكره بتاعه الشرح واشوف يعني السؤال ده جاي منين عشان انا اعرف ان انا غلطت فيه فراجعه تاني، فاهمين قصدي؟ فطبيعي جدا وانا بحل بلاقي اسئله بتقف معايا وبلاقي حاجات مش عارفه احلها وكده، فدي مفيش مشكله خالص. المهم بقى ان انت تعرفي الحل بتاعها عشان بعد كده ما تغلطيش فيها تاني. عايزه اقول لكم بقى ان انا قعدت احل هنا كان 20 سؤال تقريبا على الجزء اللي انا ذاكرته، بس 20 سؤال غلطت فيهم بصراحه لان كان فيهم ايه حاجات كتير. المهم خلصت ويلا بينا نعلم على التو ليست. صح ان احنا خلصنا مذاكره الاحياء كده، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا جيولوجيا بس. جيولوجيا كنت عامله لها ساعتين مذاكره، دخلت بقى عملت كوبايه شاي تانية جديده خالص كده عشان ايه الواحد يفوق، وشلت كده الكتب اللي ملهاش لازمه والحاجات اللي انا مش هستخدمها خلاص، وجبت بقى هنا الحاجات اللي انا هستخدمها بس. جبت الكشكول اللي انا بلخص فيه والكتاب الشرح وكتاب الحل، بس انا مش هستخدم كتاب الحل النهارده لان انا هسمع الشرح بس. هنا بقى كنت المفروض ان انا بشوف بقى في الباب التاني، يعتبر ان انا خلصت فيديو من الباب التاني، وهنا بقى عايزه اكمل. ف
عايزه اقول لكم بقى ان بجد بجد الملخصات من احسن الحاجات اللي ممكن اي حد يعملها. الملخصات والماركه والستيكي نوتس، الثلاث حاجات دول حلوين جدا جدا في المذاكره وهيفرقوا معاكي بالذات في فتره المراجعه. لما تيجي تراجعي هيفرقوا معاكي صدقوني بجد. ابداي كده في الترم التاني من اول السنه بالملخصات. انا عامله لكم فيديو ازاي الخص دروسي، سايبه لكم برده اللينك بتاعه في اول كومنت مثبت. انا بصوا اي فيديو بقى هيفرق معاكم او هيساعدكم الفتره دي، هسيب لكم اللينكات بتاعتكم الفيديوهات دي كلها في اول كومنت مثبت. ادخلوا شوفوا الفيديوهات اللي انا هسيبها لكم دي. ماشي. عايزه اقول لكم بقى ان بجد الملخصات دي لو بداتي تعمليها من اول السنه هتفرق معاكي، هتوفر عليكي وقت ومجهود وهتوفر عليكي كمان ان انت لما تيجي تراجعي في اخر السنه او تيجي تراجعي قبل الامتحانات هتلاقي نفسك كاتبه بس الحاجات المهمه اللي هتفكرك بالدرس كان بيتكلم عن ايه. مش هتضيعي وقتك بقى في فيديوهات تانية تفضلي تسمعي الفيديوهات والكلام ده كله، لا الملخصات هتساعدك وهتفرق معاكي. فانت من بدايه السنه كده خليكي بتعملي ملخصات وتستخدمي الهايلايتر والستيكي نوتس والحاجات دي، صدقوني بجد هتفرق معاكوا جدا جدا جدا. انا بصراحه لما بدات فيها انا بادئه فيها متاخر، ان انا اعمل ملخصات والكلام ده بادئه فيه متاخر لان انا بصراحه ما كانش عندي وقت او ما كنتش مديه الموضوع اهميه. بس بصراحه هو مهم جدا جدا الملخصات والحاجات دي. كفايه اصلا شكل الملخص كده لما تيجي تذاكري منه بيفتح نفسك على المذاكره اكتر بقى من الكتب واكتر من المذكرات واكتر من الحاجات دي، لان انت كمان اللي بتكوني عاملاه بايدك. ولما بتيجي تراجعي بعد كده بتكوني انت فاكره انت كتبتي، يعني انت كاتبه الحاجه بايدك فاهمين، فبتكوني فاكره انت كاتباها فين، فاكره الاماكن بتاعتها، اللون اللي انت كنت كاتباها بيه كمان. يعني بتوصل معايا لدرجه ان انا ببقى فاكره انا كاتباها بقلم لونه ايه. عايزه اقول لكم بقى ان انا مبسوطه كده ان انا لميت شويه محترمين يعني من الجيولوجيا، لان الجيولوجيا كنت بلم فيها بقالي سنه مش عارفه الم في الجيولوجيا، مش عارفه في ايه. فكنت قاعده بقالي كتير قوي بلم في الباب الاول وكده. خلصت يعتبر بابين دلوقتي في الجيولوجيا. وانا بكلمكم دلوقتي مخلصه بابين، فاضل لي بقى التالت والرابع لان احنا هم في الدرس المفروض ان احنا بدانا في الخامس وكده. فانا هقول لكم بقى طريقه حلوه لو انتوا عايزين تذاكروا ازاي تذاكروا القديم مع الجديد. لما تيجي تذاكري تاخدي جزء من القديم، تاخدي مثلا درس قديم مع درس جديد وانتي بتذاكري. طبعا الباب مثلا يبقى فيه 3 دروس 4 دروس، لما تيجي تذاكري درس من الباب الاول مثلا مع درس من الباب الرابع اللي انتي فيه دلوقتي. كده هتبقي بتلمي الاثنين مع بعض، مش هتبقي بتراكمي عليكي حاجه، وفي نفس الوقت مش بتضيعي الجديد عشان تذاكري من القديم، لا ذاكري من الجديد والقديم مع بعض الاثنين مع بعض عشان تبقي ماشيه مع بعض. لان انتي ممكن تفضلي تذاكري من القديم لحد ما نفسك راكمتي عليكي الجديد وتبقي وقعتي في نفس الغلطه تاني، لكن كده هتبقي بتلمي الاتنين مع بعض وتبقى الدنيا مظبوطه ان شاء الله. عايزه اقول لكم بقى ان انا في نهايه اليوم يعني لما خلصت بقى الحاجات بتاعت النهارده كنت مبسوطه قوي. وعايزه اقول لكم ان احسن حاجه لما تبقي نايمه كده وانتي مخلصه التو ليست بتاعتك ونايمه وانتي مرتاحه مش مراكمه عليكي حاجه. واحسن حاجه بجد بجد الحكمه اللي بتقول لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. لما تبقي كده صاحيه تاني يوم بقى مش مراكمه عليكي حاجه، هتبداي يوم جديد بتو ليست جديده كده بنشاط وحيويه وبمهام بتاعت يومك الجديد مش مراكمه عليكي حاجه من امبارح. بجد بيبقى احساس حلو قوي كده وانا صاحيه مش مراكمه عليا اي حاجه من اليوم اللي قبله. بس كده. بالنسبه بقى لمواعيد النوم ومواعيد الصحيان والحاجات دي هكلمكم عنها بقى في الفيديو الجاي، وهقول لك لو انت عايزه تصحي من بدري وممكن كمان اعمل معاكم تحدي ان انا هصحى الفجر وتقضوا اليوم معايا بقى وانا بذاكر وكده. لو انتوا حابين يعني النوع ده من الفيديوهات اكتبوا لي في الكومنتات وهعمل الفيديوهات دي على طول يعني معاكم، لان انا بصراحه ببقى بس مستنيه منكم تشجيع وانا هبدا على طول فاهمين، بس مستنيه منكم التشجيع وتقولوا لي الافكار كده، ان انا دايما بختار الافكار الفيديوهات من الكومنتات بتاعتكم. فلما هلاقي كومنت مثلا اتكرر كتير هعرف ان الفكره دي اللي عجباكم ودي اللي انا هصور لكم الفيديو بتاعها الفيديو اللي بعده. بس كده كان يومي النهارده وما عملتش حاجه اكتر من كده. خلصت المذاكره بتاعتي لميت حاجتي وعلى طول دخلت نمت، حتى ما قلتش ان انا اصور لكم يعني اسجل على الفيديو كده عشان انزله. بس ده كان يومي النهارده. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والكومنتات بتاعتكم الحلوه وتشتركي في القناه لو انت لسه مش مشتركه. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. وما تنسوش اللي هيكتب 10 كومنتات هنزل الكومنتات بتاعته في اول الفيديو الجاي. بس كده اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.